السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كما كتشوفوا الوصفه ديالنا اليوم غنقترح عليكم الخبز بطريقه مختلفه على الخبز اللي كنستعملوا اليومي. علاش لا اللي ما نوعوش وما نديروش شي طريقه مختلفه ولو غير 2 مرات في الاسبوع او 3 المرات. كما كتشوفوا هذا الخبز كيصلح بالنسبه للفطور الكوتي يعني الدهن بحال هكا، ولا كديروا به ساندويتشات. الصراحه كيجي لذيذ كيجي واعر ما نقولش لكم. هاد الطريقه سهله وممكن اي وحده تجربها، غادي يجي فن. كتشوفوا الشكل ديالو مختلف ولكن راه كيجي واعر. ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي معلقه ونص ديال الخميره المعجونه كما كتشوفوا، يعني خميره الخبز، وعندي معلقه ديال السكر الناعم او السكر كلاصي، وعندي 3 المعالق ديال الفينو يعني المعالقه كبار، وعندي هنا كاس ديال الماء من طبيعه الحال يكون دافي باش تنفعل لكم الخميره مع داك الفينو. كنخلطهم مزيان حتى كتذوب لي ديك الخميره، وغادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يخمروا. غنخليهم تقريبا واحد 10 دقائق بحال هكاك. وهنايا من بعد ما انفعلت الخميره مع الفينو كما كتشوفوا دوك المكونات اللي استعملت في الاول، غادي نضيفهم في واحد الاناء باش نكملوا العجينه ديالنا. وبالنسبه للدقيق كل وحده ودير القياس اللي بغات. بالنسبه لي انا درت واحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض او كما كنقولوا الفورس، يعني من نوعيه جيده كما كتشوفوا. نتوما كديروا القياس اللي بغيتو. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه والماء دافي باش كنجمع العجينه. صافي هنايا كنخلط العجينه عادي وغادي نجمعها ونرجع معاكم. انا نزلت العجينه كما كتشوفوا ودلكتها على سطح العمل كما كتشوفوا باش تجيني سهله في الدلك، وغادي نرجعها. هنا غادي ناخذ 2 معالق ديال الزيت كما كتشوفوا. صافي وغادي نشربها داك الزيت اللي زدت دابا، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تخمر. هنا من بعد ما خمرت لينا العجينه كما كتشوفوا غادي ندوزو باش نشكلوها. وهنا كنقول لكم الا اللي وصلت الفيديو حتى لهنا ما تنسانيش من لايك، واللي ما مشتركاش تشترك وتضغط على الجرس باش دائما توصل بالجديد. ومرحبا بكم في كل وقت، وخليكم مع الفيديو وغادي نرجع معكم. هنا كنشكلوهم بهذه الطريقه هذه. ضروري من هذوك التنيات اللي كنديروا باش كيجيكم الخبز مهوي من الداخل. نتوما اللي بغات تشكلهم على شكل دائري، اللي بغات المهم كيبقى الاختيار ديالكم. وهنا غادي ندير ليهم الدقيق الابيض بهذه الطريقه هذه باش ملي كتشكلوهم كيعطيو واحد الشكل زوين. وتفا ديك الزخرفه اللي كديروا ليه يعني كتبقى لكم الاختيار كل وحده وكيفاش تبغي تزخرف، يعني كل وحده والعرف ديالها. المهم كنديروا ليهم الطريقه هذه ديال الدقيق الابيض بحال هكا. وغادي ناخذهم في اللاطه اللي غادي ندخل الفران، وغادي نحطهم فيها ونخليهم حتى يخمروا. نغطي عليهم ونخليهم حتى يخمروا. كنخليوهم على هذا الشكل هذا، ما كنقرصوهم ما حتى شي حاجه، كنخليوهم مشكلين بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يخمروا. هنا من بعد ما خمروا كما كتشوفوا اللي خداو الحجم ديالهم والاختمار ديالهم الكافي كما كتشوفوا، غادي ندوزو باش نشكلوهم. الشكل كناخذ واحد الشفره جديده ديال
هذه ديال الحلاقه كما كتشوفوا. وغادي نشكلهم انا بهذه الطريقه هذه. نتوما كيبقى لكم الاختيار كل واحد وكيفاش غادي يبغي، يعني ملي يبان لك الشكل بحال هكا انت غادي تقدري ديري افكار من عندك، تقدري تشكليهم بطريقه يعني مختلفه اللي غادي تكون فكره قدر غادي. المهم انا كنعطيك افكار وانت غادي تكملي من عندك. الصراحه كيجيو زوينين وكيجي الشكل ديالهم زوين وطريقه سهله. وهنا غادي نكون مسخنه الفران مزيان وغادي ندخلهم دابا يطيبوا ونرجع معاكم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا وتحمروا وخداو الوقت ديالهم في الطيب. ضروري الفران يكون مسخن من قبل مزيان باش كيتحمروا لكم بهذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش جاو زوينين، جاو فنين، الشكل ديالهم زوين. وحتى بالنسبه يعني كيجيو مختلفين على الطريقه ديال الخبز اليومي اللي كنستعملو. علاش لا اللي ما نغيروش واحد اليومين ولا 3 ايام، ولو غير يومين ولا 3 ايام في الاسبوع، يعني شي حاجه بسيطه. وهنا غادي نقطع معكم باش تشوفوا النتيجه كيفاش جاو. والصراحه جاو مقرمشين وجاو زوينين، ولكن التقطاع كننصحكم باش تقطعوه حتى كيبرد، يعني كيبرد الخبز مزيان عاد باش تقطعوه باش ما كيجيكم في التقطاع نقاد. الا ما تقطعوش وهو سخون ضروري هذه يعني خاص تاخذوها كفكره، ما تقطعوهش وهو سخون باش كيتشكل معكم كما بغيتو. وهنا كنقول لكم بسلامه عليكم وخليكم مع نهايه الفيديو، ونتلاقى معكم في الفيديو الماجي ان شاء الله.